السلام عليكم. هتشوفوا معايا طريقة خبز العيش الفلاحي على الصاج بكل سهولة. طبعا دي نيفة عادية اللي هي بتشتغل بالخشب وبتشتغل بالعفش والغاب والحاجات دي، بتوفر في الغاز والعيش بتاعها بيكون صحي وجميل. طبعا بعد ما بتعجنوا العيش وبتسيبوه يخمر في لقان فخار او ألمونيا، بتجيبوا تقطعوه بالطريقة دي وانتوا بتسووا الرغيف برغيفه، بتقطعوا بتعملوا الرغيف صابح. دي بيسموه العيش الرحالي. نفضل نبط في العيش كده ونفرده بايدينا. لو لزق معانا العيش بكل سهولة هنبل ايدينا دقيق ونفضل نفرد في العيش. طبعا العيش ده بتبقى عبارة عن دقيق قمح ودقيق ذرة، عشان خاطر تبقى ليه عرق كده ويفرد معانا ما يكشش. هنقلب العيش مع بعض كده وهنفرد العيش ده بتبقى طري وجميل جدا واكله صحي وحلو وما بيعملش مغص في البطن زي العيش التاني اللي بتبقى كله دقيق ابيض بيلبك في البطن. هنفرد العيش كده بالطريقة دي بين ايدينا الاتنين. بعد كده اما نفرد العيش هنجهزه عشان نشيل الرغيف اللي على الصاج ونحط الرغيف التاني مكانه بالطريقة دي بكل سهولة، والرغيف هيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله طري وجميل. تقدروا كده صابح اليوم بيوم وتعملوا العيش ده بكل سهولة من غير اي تعب. الناس الفلاحين عارفين قيمة العيش ده، عندهم طبعا منافع وعندهم اماكن بيعملوا فيها النيفة. عايزة تلدين العيش بتحطيه كده على باب النيفة، بعد كده بينشف معاكي. عايزة تاكلي ناشف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس.